بعد كده السؤال نمرة ج، إذا كان س زائد 2 ص بتساوي 2/3 وعين بتساوي 5/3، أوجد قيمة س زائد 2 افتح قوس ص زائد عين. هنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنفك القوس دوت، الاتنين هتخش تضرب الصاد وتخش تضرب العين، السين دي هتنزل زي ما هي، وهنا هنضرب 2 في صاد ب2 صاد زائد 2 في عين ب2 عين. هنا دلوقتي هنلاحظ ان هو مديني س زائد 2 صاد، هشيلها واحط مكانها 2/3، يعني بيقول لي قيمة دوت اللي هو س زائد 2 صاد ده قيمته ب2/3، بنعوض زائد 2 في العين مديهالي بكام؟ ب5/3. احنا هنعمل الضرب الأول، بعد كده نجمع عليه 2/3، هننزل 2/3 زائد هنا في الضرب 2 في 5 ب10/3. كده الضرب لو مش بتعرف اعملها على الآخر. هنا احنا طبعا هنا الاتنين دي مقامها 1، فبناخد بسط في بسط، 2 في 5 ب10، ومقام في مقام 1 في 3 ب3. كده اللي عليها الدور العملية الحسابية اللي عليها الدور الجمع. هنا المقامات متوحدة يبقى هنقدر نجمع، لو ما كانتش متوحدة كنا نوحدها. نفس المقام 3، بعد كده نجمع 2 و10 يبقى 12، 12/3 هيكون بيساوي 4.